ميار، الايميل يا ميار مكتوب فيه اصلا ان المنتجات دي للناس اللي بتحب اللي هي الجلوي سكين اكتر من المكياج التقيل. يعني يا ريتني قريت الايميل من الاول. يا صباح الفل والهنا والحلويات، ايه رايكم في لفه الطرحه؟ انا عارفه ان انتوا هتعجبكم جدا. انا على فكره مش بتليق عليا كل الاوقات، يعني انا كل ما باجي البس طرحه اروح لابساها بالطريقه دي، لقيتها شكلها حلو بكمل بيها، لقيتها شكلها مش حلو بقلعها. وانا النهارده عجباني بصراحه. النهارده جالنا اكيت مكياج من شي جلام. دايما شي جلام بتفاجئنا بحاجات زي اللعب، لا ده في كمان كامبين تانية كلها لعب حرفيا. بس فكوكوا شايفين شكل العلبه، البي ار باكج تحفه. اوه دي اسمها لاف دايف، يعني غوصوا في الحب، عوموا في الحب، يعني حبوا كتير قوي قوي. محمد فؤاد هو اللي المفروض يعمل الكامبين دي، والله مش انا. العلبه دي فيها هنا 4 بلاشرز، درجاتهم اهي، ما تتخضوش، اتفرجوا بس على الفيديو الاول. وكمان فيها كومباكت باودر اهي، بصوا شكلها، والمرايه بتاعتها حلوه قوي. بحب انا قوي البرودكتس اللي بمرايه، بحس ان الناس صرفت وكلفت. وكمان معانا برايمر، معانا مرايه جديده، معانا مرايه. انا جماعه انا بقالي كذا شهر من ساعه ما المرايه بتاعتي اتكسرت وانا بعمل مكياج في مرايه قد كده اهوت، حاجه قمه الذل. انا بحب المرايه، يعني شايفين هي قد ايه؟ ده انا عايزه اكتر كمان والله. شي جلام بتفكر برضو هتخليني اعمل لها دعايه مجانيه طول حياتي بالمرايه دي. ومعانا كمان 3 مات ليبستكس و3 ليب جلوس. عايزه اقول لكم معلومه عن الكولكشن دي. الكولكشن دي شي جلام لما جت تعملها كانت مصممه ان هي تعمل برودكتس للناس اللي بتحب تظهر جمالها الطبيعي اكتر، عايزين حاجه ما تبينش الوش انه عليه طبقات او في لايرز ميك اب اوفر اللي هو عينيكي تشمئز لما انت تبصي. لا، هي عملت الكولكشن دي عشان لو انت بتحبي انه السكين بتاعتك تكون باينه، انه وشك يكون عليه اقل برودكتس، هتحبي المنتجات دي. قيسي على كده بقى الباودر، هتحسي انها شفافه قوي، ناعمه جدا جدا، مش باينه اصلا ان انت حاطه بودره مع ان انت وشك متثبت. وكذلك البلاشر. انا ليه بحرق الريفيو؟ انا مش عارفه، اتفرجي وانت تعرفي. لو عايزه تعرفي كل تفصيله عن الكولكشن دي كملي معايا الفيديو. بصوا بقى، عملت كده في عيني اي شادو كده اي كلام، ويلا نبدا نجرب الكولكشن الجديد. اول حاجه طبعا هنجربها البرايمر بتاعهم. البرايمر ده اسمه لاف دايف at first sight، يعني الوقوع في الحب من اول نظرة، يعني هو دي الكلمة كده. اوكي، البرايمر ده مكتوب عليه ان هو moisturizing برايمر، يعني البرايمر ده بيرطب، لكن ملوش اي علاقة، مش جايبين خالص اي علاقة، لا انه مثلا الفورميلا بتاعته فيها حاجة سيليكون مثلا للمسامات، ولا اصلا مكتوب اي حاجة ليها علاقة بالمسامات، هو بس كل المكتوب moisturizing برايمر. يلا نجرب. نفس الشكل بتاع القديم اللي هو برضو بنفتحه كده. كان هيقع عليا، كنت هعيط والله، كنت هعيط. بصوا الكريم خفيف، يعني انا اعتقد ان الكريمات دي كمان او البرايمر ده هيبقى رائع برضو للبشرة الدهنية. الجافة بقى هنجربها معانا دلوقتي. هو عارفين جل خفيف، على فكرة الكريم ده فعلا هيبقى حلو قوي 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 للبشرة الدهنية. مش عارفة لسه بقى هيعمل معايا انا ايه. هو مش تقيل خالص، حاسه ان انا يا اما هحط منه كتير يا اما لازم ارطب بحاجه تانية قبله. بس ليه؟ هستخدم الفاونديشن ده بتاع شي جلام، اللي هو ده بتاع البشره الجافه.
ده درجته اسمها وارم فانيلا. هستخدم المرايه. اكتر لقطه بحبها في حياتي كده، ان اشيل الاكياس واشيل الورق والحاجه من المنتجات. حطينا فاونديشن وحطينا كونسيلر، دلوقتي بقى حان وقت التثبيت. بصوا بقى معانا دي، انا دي اول ما شفتها افتكرتها هايلايتر، هي شكلها يقول هايلايتر، افتكرتها اللي هو نوع من انواع الهايلايترز اللي هما مالتي كروم دول، اللي هما بيدوا الوان كتير. بس انا ببص وراها لقيتها باودر. الباودر دي اسمها مات فور يو، يعني باودر مات، ومكتوب عليها كمان ان هي لونج لاستنج، يعني هي بتقعد كتير، او لونج ويرنج يعني بتقعد كتير. ولكن انا اول ما حطيت ايدي فيها حسيت انها منتج وحش جدا جدا، فانا مش هتسرع وهجربها بس الاول بالسبونج، وهشوف فعلا هي هتثبت وشي مش هتثبت ولا هتعمل ايه. والطف حاجه كمان ان هي معاها مرايه لذيذه جدا. نفتحها، مش مقدرش ما افتحهاش بصراحه، لازم افتحها. وبالسبونج دي بقى تعالوا ناخدها كده. اوحش حاجه في المنتجات دي ان هم بصوا فيهم رسومات حلوه جدا بس بتروح على طول، يعني انا مش هلحق استمتع بالبتاعه دي، هتبوظ بالرسمه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، طب بصوا، عشان انا ممكن اعتذر شويه اعتذارات كده، انا كنت حاطه النهارده منتج فاونديشن للبشره الجافه، يعني ما نشفش. يعني انا دلوقتي كون ان انا وشي ناشف هي اللي ثبتته كويس، شكل وشي حلو قوي. المكان اللي انا بحط فيه باودر اكني ما حطيتش فيه حاجه، لكن حابه ابقى اختبر موضوع الفلاش باك ده. شكلها على الوش حلو قوي، يعني انا بين نارين، بين ان انا اقبلها كحاجه كده استخدمها كل يوم وانا نازله، حاجه ما فيهاش تصوير، ما فيهاش حاجه تبين انه وشي فيه منتج يعني بينور في التصوير. فانا حاسه ان انا الباودر دي هستخدمها كل يوم بجد. ولو هي فعلا طلعت لونج ويرنج، يعني هي بتقعد على مدار اليوم زي ما هي وشي زي ما هو، يبقى انا كسبت صديق جديد. انا النهارده كسبت صديق كويس جديد. شكلها على وشي مش مضايقني قوي، لكن كبقى ان انتي تستخدميها وتعملي فوتوشوت وبتاع، انه تتصوري بيها وكده، مش عارفه الموضوع هيكون لذيذ ولا لا، لسه ما جربتهاش في التصوير. نيجي بقى للكاندي اللي معانا النهارده. دول كاندي، دول مارشميلو على توفي، على انا بحب امسك الحاجات اللي شكلها حلو قوي كده بجد، بفرح قوي بالتقفيلات او الباكجات اللي بتكون شكلها حلو وشيك كده. حتى الكواليتي بتاعت العلبه نفسها بصراحه شيك قوي. شيك لام بتصرف قوي على الباكج بتاعتها، ومع ذلك اسعارها كويسه. يلا نجرب البلاشرز. اول درجه معايا النهارده، ما تتخضوش، استهدوا بالله استهدوا بالله، علشان انا اول ما شفت العلبه اتخضيت شويه. بس انا عندي برضو بلاشر تاني نفس اللون الغريب المرعب ده، ولكن على الوش تحفه، فاحنا ان شاء الله اللون يبقى حلو علينا. اول درجه معانا النهارده اسمها Don't Pink Twice. ادي اول شيد. تاني درجة اسمها Rose to the Occasion. Rose to the Occasion لونها هي مش بني، ولكن هي اورنج غامق شوية. انا حاسة والله اعلم ان الدرجة دي هتكون هي اكتر درجة صديقتي، مش عارفة ليه، مع انها
مرعبه سيكا. يعني انا حاسه ان انا اكيد هستخدم اللون ده كبرونزر. هو مش مكتوب عليه على فكره ان هو برونزر، هو متصنف بلاش، ولكن في الغالب احنا هنستخدمه برونزر او نخف منه شويه ونستخدمه بلاشر. مش هنستعجل الامور، لسه ما حطيتش اللون على وشي. يبقى ادي اول شيد ودي تاني شيد. تالت درجه معايا النهارده اسمها يور بيتشي. برغم ان هي اسمها كده ولكن هي مش خوخي. هو اللون متهيأليش ان ده خوخي. طب بصوا، انا عايزه اقول لكم حاجه بصراحه، انا حاسه ان انا مش عاجبني الكواليتي بتاعت البلاش ده. اولا هي بتعمل فول اوت كتير، بتنزل فول اوت كتير، وتحسوا اللون تبشيري شويه. يا رب ما يبقاش كده على وشي، تحسوا بجد ان في تبشير في ايديكم. اخر درجه اسمها غريب سيكا، ولكن مش مهم. المهم الكلر حلو لذيذ، اورنج لذيذ. اوكي، يبقى احنا كده عندنا 4 درجات. ادي ال4 درجات. طب بصوا تعالوا نجرب الشيد دي الاول اللي هي اسمها دون بينك توايس. لا 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 لا، بصوا الفول اوت كتير، شيء سخيف. برغم ان انا ما عنديش مشكله في موضوع الفول اوت، بس دي بتطلع كتير من نعومتها. فتعالوا نشوف بقى شكلها على وشي ايه. قلتلكوا ما تخافوش من الدرجات دي خالص، عشان بجد على الوش بتكون لذيذه جدا. كمان انا خدت بالي من حاجه، بصوا اللون فاقع جدا. تمام، اخدته على الفرشه حطيته على وشي، شايفين مديني لون عامل ازاي؟ انا افتكرت ان الفقعان ده كله هلاقيه في وشي. يا جماعه بصراحه شكله حلو، شكله حلو قوي بصراحه. يعني انا كنت محبطه. انا اول ما شفته على ايدي وحسيت كده ان هو تباشير سيكا، حسيت باحباط. بس اغرب حاجه انه اللون ما ادانيش فوشيا في الاول. ما بحبش كده، ما بحبش كده ابدا. بحب قوي البلاشرات اللي انا ازودها زي ما انا عايزه، زي كده. هو في الاول اداني طبقه خفيفه وانا فضلت ازود، ولكن لسه ما جربناش ثباته عامل ازاي. احنا دلوقتي الساعه كام؟ بصوا دلوقتي الساعه 7:15. هنشوفه هيفضل لحد امتى. مع ان يعني هو معروف ان البلاشرز الباودر بتطير، ولكن احنا عايزين نشوف اخره فين. دي اهم حاجه بالنسبه لي. لكن مبسوطه وهنبسط اكتر لو اللون ده طلع حلو. بصوا احنا مش هنحطه في وشنا، احنا هنحط في الكونتور لحسن يطلع لونه وحش. حاسه اني حبيت، حاسه عايزه اشوف لونه لوحده. بصوا يا جماعه لونه لوحده برضو طالع بالعافيه. برغم ان انتي اول ما تشوفي اللون هتفتكري ان انتي حرفيا الفرشه هتبقع لك الدرجه دي في وشك، بس لا لا خالص. بصراحه اللون لذيذ، وعارفين لو طلع ثباته كويس زي ده متهيألي هبقى انا كده فعلا مبسوطه جدا. دلوقتي بقى ما فاضلش غير الليب جلوس. يلا نشوف ال3 ليبستيكس اللي معانا. احنا معانا 3 ليبستيك مات و3 جلوسي. اول درجه روج معانا اسمه هارت انتوايند، يعني تلاقي القلوب ولا مش عارفه تشابك القلوب، يعني فاهمين حاجه كده. الدرجه دي على حلوه، تعالوا نجرب. دي مات وقطيفه كده. اللون تحفه، هتحسي كده ان انت على بوقك حاجه قطيفه قوي. اعتقد كده ان اللون ده من النهارده صديقي. على الشفايف كريمي جدا ومريح جدا.
الدرجة اللي وراها اسمها ماي توين فليم. دي سيمون كده. جماعة الوان الروجات متنقية جدا، الوان الروجات والكواليتي بتاعتها حلوة بجد بشكل مرعب، حلوة قوي. تالت درجة روج اسمها فوريفر مور. دي على قمر. ايه اللون ده؟ بصوا اهو اللون، اللي منقي الدرجات بجد عايز بوسه. انا عايزه اقول لكم حاجه كمان بصراحه، انا شفايفي اليومين دول مش احسن حاجه خالص، ما اعرفش، وانا مش مهتميه بنفسي ومش بشرب ميه كتير. شفايفي النهارده كانت بشعه، الروج مش مبين ان انا شفايفي فيها حاجه خالص. واللون لا شابوه، لا عايز اسقف، مش قادره والله، مش قادره. اللون حلو كده. بقى يتبقى 3 درجات جلوس. تعالوا كده نشوف اول درجه من الجلوس اسمها Through with Love. دي ده جلوس اسمه ايه، ساده خالص. لونه شفاف خالص. بصوا الدرجتين على بعض. جماعة خطير خطير خطير. مين مبسوطني انا؟ عايزه اقول لكم التليفون فصل وطلعت شويه علشان اشحنه. احمد من ساعه ما شافني وعمال بيقول لي وشك حلو قوي، وشك حلو قوي. وشي فعلا فلتر بصراحه، البودره فلتر. هو يمكن عيبها شويه هو الفلاش باك ده، مع ان عيبها ده بالنسبه لكم انا مش متضايقه، انا مش متضايقه خالص، انا عاجبني بصراحه. والفلاش باك ده مش في الحقيقه طبعا، الفلاش باك ده لو انتي اتصورتي بفلاش، لكن فعلا انا وشي فلتر، حتى عند البلاشر وكل حاجه فلتر، وشي تحفه. في كمان الليب جلوس ده على ازرق. الليب جلوس ده درجته اسمها بلو اوفر يو. هو بصوا على ازرق، هو شفاف برضو بس يعني مزرق هو يا جماعه ولا مزرق ولا حاجه، هو ليب جلوس عادي شفاف عادي، ولا مزرق ولا حاجه، تتخضوش على ازرق وكده. فاضل اخر درجه. اخر درجه معايا اسمها لاف اون لوك على او لا بصوا بقى، ده شفاف برضو بس هو كارف على بينك كده اهو. يعني انا حاسه على فكره ده على شفايفي لوحده هيكون حلو قوي. بصوا مسحت يعني اللي اقدر امسحه. اوريكم الدرجه. الشيد دي يا جماعه تتحط لوحدها اصلا، يعني الاتنين اللي فاتوا نقول شفافين خالص بيض، انما دي تنتد شويه، ده لونه لوحده. طيب انا مبهوره بالروجات، سواء الليب جلوس سواء الليبستكس كلهم حلوين. طيب رايي تاني فيهم كلهم باختصار، المرايه طبعا تحفه، ما حدش يقدر يتكلم عن المرايه. البلاشرز انت لما تشوفيهم وتشوفي الدرجات بتاعتهم هتحسي ان هما صعبين، وهتحسي ان الدرجات يعني اللي غامقه قوي قوي واللي في وشي قوي قوي، لكن على الوش تحفه. ما بيطلعوش بنفس البيجمنت المرعبه اللي انت شفتيها في العلبه دي، بيطلع البيجمنت بتاعهم هادي. ده اصلا النوع المفضل عندي من البلاشرز، واللي انا مش بلاقيه بسهوله، اللي هو البلاشر اللي يبقى بيطلع لي اللون تاتا تاتا لحد ما انا اعليه للدرجه او للشكل المظبوط اللي انا عايزاه. فبالتالي انا بالنسبه لي البلاشرز دول هيبقوا حبايب قلبي. طيب نيجي بقى للباودر.
برضو كانت محيرة جدا جدا، لان الباودر المضغوطة انا اول ما حطيت صباعي فيها حسيت ان انا صباعي ما طلعش حاجة، اكن مفيش كفر. تمام، هي ما فيهاش كفر، هي كومباكت باودر شفافة، وظيفتها مش تثبيت. حتى على فكرة هي ثبتت حلو قوي، لكن بالنسبه لي وظيفتها مش تثبيت على قد ما هي خلت وشي فلتر. ما فيهاش كلكعه، ما فيش شكل الباودر اللي احنا متعودين عليه. مش محتاجه اصلا ان انا ارش اي سبراي خالص خالص خالص. عندي تعديل صغير، انه بعد كده مش هثبت بيها تحت عيني، لا تحت عيني هبقى اثبت بلوس باودر بصراحه، لانه تحت عيني في الخطوط اللي تحت عيني وعند دول ما حبيتهاش قوي، لكن في بقيه وشي تحفه. البرايمر بالنسبه لي انا كبشره جافه وبحب المرطب ده برايمر مويسترايزنج، يعني مرطب. فلو انا عندي مرطب او انت عندك مرطب فانت مش في حاجه ليه. المرطب ده ما ينفعش بشره مختلطه مايله للجفاف ولا جافه خالص. حلو قوي للبشره العاديه والبشره الدهنيه، هو خفيف كده، حاجه جel جميله. انا بالنسبه لي ملوش لازمه. اما بقى بالنسبه للروجات، الليبستكس والليب جلاسز حلوين قوي. طيب يا حلوين، دلوقتي الساعه 2 الصبح وانا عامله المكياج ده من الساعه 7 او 7 وتلت حاجه كده، يعني انا كنت بصور اصلا على الساعه 7 وتلت ودلوقتي الساعه 2. وزي ما انتم شايفين انا وشي زي ما هو بالظبط، بس هو طبعا هو روج اللي راح وانا حطيت روج تاني بس دلوقتي، وخلاص انا بنام على اخري. زيزو فرهدني، انا بس جيت فعلا عشان اوريكم شكلي فعلا عامل ازاي، وشي عامل ازاي. طبيعي جدا، وشي طبيعي جدا. واكتر حاجه استغربتها ان البلاش مطرش، ده معناه ان البلاشر بتاعنا ده فعلا. بس كده انا خلاص عايزه انام، مش قادره مش قادره خلاص. تصبحوا على خير، هروح بقى اشيل المكياج ده. وده كان الريفيو بتاع الكولكشن الجديده بتاعت شي جلام لاف دايف. طالما بقى الكامبين دي اسمها لاف دايف، انا عايزه كل الكومنتات تحت تكون مكتوب عليها لاف وقلوب. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملنا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تعملنا فولو على الانستجرام. انا اسمي مينو اشرف على الانستجرام ومحتاجه اشوفك هناك.